السلام عليكم حبايبنا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله دائما تكونون بالف خير. ورجعنا لكم بمقطع فيديو جديد راح نتحدث فيه عن حسابات تأهل منتخب ناشئين سوريا إلى كأس آسيا بعد فوز مينمار على عمان. هل الياس هدايا سيغيب عن مباراة سوريا وتونس في كأس العرب؟ ما هي آخر أخبار عمر خريبين ومتى يلتحق بالمنتخب السوري؟ غيابات منتخب تونس كثيرة وكبيرة، والإعلام التونسي يشدد على أهمية المباراة وخايف من منتخبنا. بعد الفاصل. ورجعنا لكم من جديد، واهلا وسهلا بكم في قناتكم مع حمدكم. ان شاء الله دائما تكونون بألف خير، ولا تنسوا تضغطون زر اللايك. طبعا يا شباب، منتخب سوريا خسر من عمان وفاز على نيبال وأفغانستان، وتبقت لديه مباراة وحيدة مع مينمار. منتخب عمان فاز على نيبال وخسر من مينمار وفاز على منتخب سوريا، وتبقت لديه مباراة وحيدة أمام أفغانستان. أما منتخب مينمار فقد فاز على نيبال وأفغانستان وفاز على عمان، وتبقت لديه مباراة وحيدة مع منتخب سوريا. حسابات التأهل واضحة وصريحة، تحسب المواجهات المباشرة في حال تعادل الفريقين بالنقاط. منتخب سوريا يجب أن يفوز على مينمار ليتعادل بالنقاط مع مينمار ب9 نقاط. منتخب أفغانستان يجب أن يتعادل مع عمان أو يفوز على عمان. طبعا المسألة معقدة جدا، حتى إذا فزت على منتخب مينمار وعمان فاز على أفغانستان فإن البطاقة تذهب إلى عمان. في حال فوز مينمار على منتخب سوريا فمنتخب مينمار يتأهل وبشكل رسمي. الأمور معقدة ونحن من عقدناها. خسارتنا أمام عمان أطاحت بكل الأحلام، ولكن هناك شيء عظيم. منتخب مينمار للناشئين منتخب يشتغل بجدية، منتخب لديه لاعبين ولديه مدرب وموهوبون. يعني منتخب مينمار اللي احنا بالرجال كنا نطرقهم 5 و6، خلال سنتين راح نشوف منتخب مينمار يخوفنا ويرعبنا، والله يستر إذا احنا ما حاليا المسافة هيك، ومنتخب مينمار ممكن هيك، أو مينمار يطلع هيك واحنا نطلع هيك. فهيك وهيك الشغلة بدها تعب وشغل وإدارة ومال. خبرنا الثاني عن كأس العرب وعن مباراة منتخب سوريا وتونس. طبعا غيابات كثيرة تضرب منتخب تونس، وأيضا غيابات مؤثرة. راح نشوف منتخب تونس يصلون لاعبين المهمين في 30 شهر قبل المباراة بيوم واحد. منتخب تونس والإعلام التونسي كلهم يتكلمون عن تطور منتخب سوريا، جاهزية منتخب سوريا لهذه المباراة، ويؤكدون أن المباراة راح تكون صعبة. وأحد المناقدين التونسيين يؤكد أن منتخب سوريا سيصل إلى الربع نهائي وحتى النصف نهائي لما يملكه من تطور. طبعا احنا ما بدنا يصيبنا الغرور ونفكر حالنا البرازيل. احنا عندنا شغلات بسيطة نشتغلها وانتهى الأمر. فوز في مباراة وتعادل في مباراتين يأهلنا إلى الدور الثاني. فمين الفريق اللي راح نفوز عليه ومين الفريقين اللي راح نتعادل معاهم حتى نوصل ونربح $1,000,000. طبعا احنا ربحنا $1,000,000 بعد فوزنا على جنوب السودان، وبدنا 1,000,000 ثاني. بما يخص المصاري، في كثير صفحات أكدت أو أنه منتخب سوريا وزع $500 للاعبين، وفي صفحات قالت $300. وأنا تواصلت مباشرة مع موفق فتح الله وأكد أنه ما أعطم أي ليرة، لأنه كل الأموال
تحولت إلى الأموال المجمدة، فلذلك إن شاء الله في حال صرفها سنرى أن هناك ستكون هناك مكافآت كبيرة لمنتخبنا السوري وللاعبين. أما بخصوص رجال الأعمال فممكن تبرع أحد منهم، إشاعات تقول أنه فايد دباس من ماله الخاص تبرع ب 300 دولار لكل لاعب مكافأة أو تسمى تحفيز. هو حتى الآن الاتحاد السوري ما تبرع بأي شيء. طبعا منتخب سوريا جاهز لهذه المباراة، وعمر خريبين راح يوصل اليوم للمنتخب. راح تسألنا هل في لاعبين راح ينضمون للمنتخب، وما هي حقيقة إلياس هداية؟ نتكلم عن حقيقة إلياس هداية. إلياس هداية وبشكل رسمي سيغيب عن مباراة منتخب سوريا أمام تونس. راح تخلص مباراته مع ناديه في 30 شهر، الساعة 7 تبلش المباراة، الساعة 9 تخلص، ما في حجوزات، ما راح يقدر يسافر ويوصل بنفس النهار. فلذلك إلياس هداية لن يكون متواجد في مباراة سوريا وتونس، وهذا الكلام قطعي وبشكل رسمي. أما بالنسبة لعمر خريبين، عمر خريبين راح يكون مثل ما ذكرنا راح يكون متواجد اليوم وراح يلتحق بالمنتخب. بلاعبين جدد لا صديقي، نفس القائمة اللي لعبنا بها ضد جنوب السودان ينضاف عليها عمر خريبين وينحذف منها الياس هداية، لأنه ما راح يجي فقط لا غير. لن نرى عمر السومة، لن نرى بابلو صباغ، لن نرى أي حدا جديد، ولا حتى عمار رمضان، ولا حتى نوح شمعون. هاي القائمة اللي ارتفعت، وهي الأسماء الموجودة، والفيفا والاتحاد الآسيوي ما يسمحوا لك تضيف أي لاعب. بالنسبة للنقل التلفزيوني لبطولة كأس العرب ولمنتخب مباريات منتخب سوريا، فعندنا قناة الكأس، قناة أبو ظبي، قناة البي إن سبورت، قناة الشارقة، وقناة الكويت الرياضية، كلهن راح ينقلن مباريات كأس العرب، وراح تشوف هناك فرجة ممتعة وراح نستمتع. طبعا مباراة سوريا وتونس صعبة وسهلة. صعبة إذا ما عرفنا نلعبها، وسهلة إذا تمكنا من أنفسنا، التزمنا بتعليمات خوسيلانا، صدقوني راح نقدر نفوز على تونس، لأنه منتخبنا جاهز أكثر. منتخبنا لعب مباراتين مع باكستان، مع جنوب السودان، معنوياته عالية. أيضا تاريخيا مبارياتنا مع تونس ما في فارق بسيط، آخر 10 مباريات هم فازوا 5، احنا فزنا 4 وتعادلنا بمباراة، وإن شاء الله نفوز بهاي حتى يصير 5-5. أحبكم في الله جميعا، إلى اللقاء.